كثيرا ما أرى على السوشيال ميديا وفي قنوات التلفزة صحفيين باحثين كتاب بيجوا بيحكوا الشعب السوري لا يريد اللامركزية. السوريون يرفضون اللامركزية، والمذيع أو المذيعة ما بتسأله يعني بناء على ماذا؟ أنت على شو عم تستند؟ ما في هيك سؤال اعتراضي وطني صحفي يا استفزازي يطالب هذا الشخص الباحث أو المحلل أو السياسي أو الناشط أنه أنت على شو تبني هذا الموضوع؟ أنت من أنت لكي تتحدث باسم الشعب السوري؟ كيف الشعب السوري لا يريد اللامركزية؟ هل أنت أجريت استفتاء، استطلاعات رأي، منظمات معنية مختصة في استطلاعات الرأي غير تابعة لا قسد لا السلطة السورية، منظمات محايدة أجرت استطلاعات رأي أنت بناء عليها تبني رأيك وتقيم الحجة على الأطراف المطالبين باللامركزية. طيب الذين يطالبون باللامركزية هم كمان شعب سوري، هم كمان جزء مهم واستراتيجي ووازن من الشعب السوري. عد على أصابعك واحد يعني أولا قوات قسد والإدارة الكردية وإدارة المناطق شرق الفرات، أنتم بتسموها إدارة كردية، مش مشكل، إدارة كردية هذا ليس عيبا أو حرجا. يعني هذه الإدارة بشكل من الأشكال تمثل الكرد في سوريا، وحظيت بدعم من المجلس الوطني الكردي طبقا لاتفاقية قامشلو وبنود اتفاقية قامشلو اللي وقع عليها الطرفين. الكثيرون كانوا يراهنون على الخلافات ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي من جهة، وحزب والمجلس الوطني الكردي من جهة أخرى، لكن هذه الخلافات تحولت إلى اختلافات يعني اللي هو جرى تجسيرها طبقا لبنود الاتفاق المبرم في القامشلي، وهو الآن السند والركيزة الأساس التي تستند إليها قوات سوريا الديمقراطية قصد لتعديل الاتفاق المبرم مع حكومة أحمد الشرع. مقصدي من هذا الكلام، هذه الجهة العسكرية السياسية الإدارية تطالب باللامركزية. هدلوني جزء من الشعب السوري ولا لا؟ جزء من الشعب السوري، ما فيكم تنكروا. أنا عضو في التحالف الوطني الديمقراطي السوري اللي مقره في برلين، هو أيضا يطالب بأنه تكون سوريا لا مركزية، وأنه اسمها ينبغي أن يكون الجمهورية السورية. يعني هذا التحالف الوطني يضم طيفا واسعا من القوميين والليبراليين وحتى المحافظين الإسلاميين، يعني وتحالف وطني ديمقراطي معتدل، لكن مطالبه وطنية خالصة. أكاد أن أقول 70 إلى 80% من مطالب هذا التحالف تمثلني، لذلك أنا عضو في هذا التحالف الوطني اللي من ضمنه سمير النشار وبيرأسه دكتور مروان خوري. ويعني بالمناسبة يعني وجه التحية لكل أعضاء وقيادات وأنصار التحالف في إطار هذا الحديث، لأنه هؤلاء سوريون أم لا؟ سوريون. المنظمة الآثورية السريانية هي أيضا تطالب بسوريا لا مركزية. العديد من الكتل السياسية، التيارات السياسية، الأحزاب السورية تطالب باللامركزية. إذا أجرينا مسحا سياسيا على مستوى النخب السياسية والنخب الثقافية
بنلاحظ إنه كم كبير من السوريين يقارب يعني أكثر من 50%، أكثر من 50% يطالبون أن تكون سوريا لا مركزية. طيب أهل السويدة أليسوا عربًا سوريين؟ طالبوا باللامركزية، بل طالبوا نموذجًا يشابه أو بالإدارة الذاتية، يعني في السويدة انسجامًا مع الإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات. مناطق الساحل أليسوا عربًا؟ أليسوا سوريين؟ طيب أهل السويدة زائد أهل الساحل زائد قسد زائد تنظيمات وكتل سياسية أخرى، بالمجمل ماذا يمثل هؤلاء؟ 2%، 3%، 10%، إن شاء الله يكونوا 1%. أليسوا سوريين؟ أليسوا سوريون؟ ينبغي أن تراهم وأن تحترم خيارهم. هذا يعني أبسط قواعد العمل الديمقراطي والوطني. ما تجي تقول والله السوريين ما بدهم. طيب يا حبيبي أنت على ماذا تستند؟ ما هي الحجة التي تقيمها على من يطالب باللامركزية؟ السوريون ضد الفيدرالية. أنت سويت إحصاء؟ لا. سويت استفتاء؟ لا. سويت استطلاع رأي؟ لا. خلاص على مبدأ عنزة ولو طارت، صارت بتم وعلكة بده يكررها. السوريون ضد وهذا الضخ في السوشيال ميديا وفي الإعلام. أنا نفسي ومنى عيني أشوف مذيع على قناة نفسي ومنى عيني أشوف مذيع في إحدى القنوات التلفزة السورية أو مذيعة تسائل الضيف اللي بيحكي بهاي الطريقة، يعني إنه أنت يا حضرة الباحث والكاتب أو الصحفي أو الضيف أو المحلل السياسي، عندما تقول السوريون لا يريدون اللامركزية أو الفيدرالية أو الحكم الذاتي، أنت على شو عم تستند؟ يعني هذا سؤال اعتراضي طبيعي مهني وطني لا نجده. لا نجد إذًا عدم الاعتراض على هيك مزاعم وهيك ادعاءات في الإعلام السوري، هذا يعني أنه هنالك ضلوع وتورط للتسويق هيك وجهة النظر. يعني وجهة نظر تزعم وتدعي بأنه السوريون لا يريدون هكذا ويريدون هكذا. السوريون يريدون المقاتلين الأجانب. السوريون يرفضون إخراج المقاتلين الأجانب. مثلا التحدث باسم السوريين ينبغي يعني أن يحظى بشيء من الموثوقية والإنصاف والتوازن. يستند إلى استفتاءات، يستند إلى إحصاءات، يستند إلى استطلاعات رأي من مؤسسات وشركات متخصصة محايدة في هذه القضايا والمسائل. يعني ما في ما في أي شخص حتى قسد لا يمكنها أن تتحدث باسم السوريين، لكن قسد جسم وكتلة وازنة، نتفق نختلف معها، هذا شيء آخر. يعني قسد بما تمثله من جماهير وتأثير وإدارة وسلطة، الأحزاب السورية الوطنية الأخرى من التحالف الوطني، من المنظمة الآسورية السريانية، من التجمعات المدنية والثقافية التي تدعم سوريا لا مركزية. هؤلاء سوريون. أنت شو بدك بناء على ماذا تقول السوريون؟ أنت فيك تقول أهل السنة والجماعة، ومش كلهم طبعا يعني، أو الائتلاف الحاكم السلفي الجهادي والإخواني هو اللي يعني يعارض أو يرفض سوريا اللامركزية بأمر تركي. طبعا الخلفية تركية، ولهذا السبب تركيا تعترض على تعديل
الاتفاق، وتسعى بكل جهدها وتضغط على قسد. تركيا تضغط على قسد عن طريق أوجلان، إنه تسليم الأسلحة ويصار إلى الاندماج وكذا، لأنه هذا مطلب تركي من تركيا لأوجلان، لكي تضبط أمور تركيا مع أوجلان، وأوجلان يضبط أموره مع تركيا. ينبغي لقسد أن تستسلم. أوجلان واعد الأتراك أنه خلاص اتركوها علي، قسد اتركوها علي، أنا بدي خلي قسد تستسلم لأحمد الشرع، هي خلوها علي. وهو يضغط، تركيا كتركيا وأنقرة تضغط، وتركيا كعبد الله أوجلان يضغط. ويبدو لي، وأتمنى أن لا أكون مخطئا، يعني أتمنى أنه في هذه النقطة يكون رأيي صحيحا، أنه قسد حتى الآن تقاوم الضغوطات التركية والضغوطات عبد الله أوجلان وضغوطات دمشق وضغوطات تومبارك. حجم الضغط على قسد كبير، لكن حجم الإصرار والعناد والنضال والكفاح والمصداقية ينبغي أن يكون أكبر. هذا ما آمله من قسد. أما عن قضية المشروعية وقصص من يحرر يقرر، ومن يقرر يبرر، ومن يبرر يغرر، من الكلاوات كما يقولها العراقيون، يعني لا، هذا كلام مش صحيح. يعني نعم، قسد سلطة أمر واقع وحررت هذه المناطق من داعش، فعليها طبقا لهذا الكلام أن تقرر. يعني أنا لست مع هذا المنطق، لا. يعني إذا صح كلام الأمويون الجدد عليهم فيما يتعلق بدمشق، معناته كلام يصح على قسد. يعني ونظام داعش الإرهابي لم ينهار أمام قسد مثل ما انهار نظام بشار الأسد أمام الفاتح أحمد الشرع أبو محمد الجولاني سابقا. لا، الموضوع كان قتال وجها لوجه. يعني وإذا بتحصوا عدد قتلى أو الشهداء من غرفة عمليات إدارة العمليات في صراع مع النظام الأسد في الفترة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، من 6 أشهر الأخيرة من عمر نظام بشار الأسد، وتقارنوها بشهداء قسد في مواجهة نظام أبو بكر البغدادي صديق أحمد الشرع سابقا، يعني لا مجال للمقارنة. فإذا أنتم بتقولوا من يحرر يقرر، وهذا كلام مرفوض، قسد كمان بإمكانها أن تقول لأهل الدير وأهل الرقة من يحرر يقرر، نحن حررناكم من داعش نقرر. طبعا هذا كلام كمان غير مقبول. أنا أرد الحجة على أصحابها. يعني فالمصداقية الوطنية لأحمد الشرع هو كمان سلطة أمر واقع. قسد سلطة أمر واقع، أحمد الشرع سلطة أمر واقع. بيروح بيشوف باراك أوباما، بيشوف ولي العهد السعودي، ولي العهد الإماراتي، الأمير القطري، سلطة أمر واقع. سلطة مثل ما واحد يعمل انقلاب، سلطة أمر واقع. متى يحظى أحمد الشرع بمصداقية وطنية شعبية سورية؟ عندما يرضي السوريين، عندما ينظر إلى نفسه على أنه رئيس كل السوريين وليس رئيس جماعة معينة، لا يتعامل مع الوطن تعامله مع الجماعة الإسلامية، أن يرى نفسه رئيسا للكرد ويحظى باحترام الكرد بقدر ما يلبي مطالبه، رئيسا للدروز وأهل السويدة
ويحظى بمحبتهم ودعمهم واحترامهم بقدر ما يلبي مطالبهم، رئيسا للعلويين ويحظى بدعمهم واحترامهم بقدر ما يحترمهم ويحاكم المجرمون السفلة القتلة الذين أوغلوا في الدم السوري العلوي في الساحل السوري. المصداقية الوطنية من هنا تتأتى، ما بتجي من أموال الخليج التي تضخ حاليا، ما بتجي من مدائح وتغريدات دونالد ترامب، ما بتجي من ابتسامات واحتضان المسؤولين الأمريكيين لأحمد الشرع، لا لا لا، من السوريين. المصداقية الوطنية من الداخل السوري، من الوطن السوري، مش من الخارج. محمد مرسي كمان رئيس النظام الإخواني السابق في مصر، وكان منتخب وكان شرعي وكان مدعوم أيضا من الأمريكيين، لكن عندما جرى خلعه خلاص راح يعني ما عاد الدول المصالح من يحكم حاليا نتعامل معه، لكن فيما يتعلق في الداخل الوطني والمصداقية الوطنية حاليا ما في. المصداقية الوطنية لا تأتي من مؤتمر حوار مزيف، مؤتمر حوار وطني، ولا من إعلان دستوري مزيف طبخه وسلقه من المستفيدين من سلطة أحمد الشرع حاليا. يعني المصداقية الوطنية تأتي من الداخل الوطني. خلاصة الكلام، ما حدا يجي ويقول الشعب السوري يريد كذا والشعب السوري لا يريد كذا. أنا بإمكاني أن أقول الشعب الكردي مثلا، لأني مطلع على وثائق الحركة السياسية الكردية على مدى قرن، وبإمكاني أن أبرز الأسانيد في هذا الخصوص. هنالك سند، لكن اللي بيطلع على الفضائيات وبيحكي الشعب السوري يطالب بكذا وضد اللامركزية وضد الفيدرالية، يا ريت المذيعين والمذيعات ومن باب المهنية يطالبوه بالأسانيد الموثقة، مش كلام هيك مرسل ويلقى على عواهنه على أساس أنه هذا يمثل السوريين والمزاج العام للسوريين. لا، الموضوع بده وثائق، إطلاق أحكام القيمة، الشعب يريد كذا لا يريد كذا، الموضوع بده أسانيد. لكن المذيعين ما بيطرحوا هيك مسائل. إذا هنالك شيء من التعمد في الترويج لهيك أكذوبة، لهيك خرافة أنه الشعب السوري ضد اللامركزية، حتى على مستوى النخب. يعني مستوى النخب الثقافية، يعني إذا بتعملوا مسح مثلا الفنان السوري جمال سليمان المعارض لنظام الأسد والفنان المعروف هو مع سوريا اللامركزية، وأعتقد أنه صار يدعم حتى الطرح الفيدرالي، رغم أنه سابقا كان معارض للفيدرالية، وظهر بيني وبينه سجال بكتابة المقالات على موقع إلكتروني كانت الأستاذة سميرة مسالمة رئيس تحرير الموقع بروكار على ما أعتقد. لكن الآن جمال سليمان مع سوريا اللامركزية حتى مع سوريا فيدرالية. أنا هكذا سمعت، يعني أنه أنا متأكد أنه هو مع سوريا اللامركزية، لكن موضوع الفيدرالية في إحدى التصريحات أنا سمعت أنه هو مع الفيدرالية كمان. الأستاذ عبد الكريم قطيفان يعني ابن درعا والفنان السوري الوطني الأصيل هو أيضا يعني مع سوريا اللامركزية. قيسوا على ذلك، هنالك الكثير من الفنانين السوريين الذين صرحوا برأيهم على وسائل الإعلام بأنه هن مع سوريا
اللامركزية، حتى على مستوى النخب الثقافية. يعني الكاتب كاتب القصة المعروف وابن إدلب وابن سوريا والصديق العزيز خطيب مدلي، أعتقد أنه هو في أكثر من مناسبة صرح بأنه هي الجمهورية السورية وأنه هو مع سوريا. سوريا لا مركزية. الناشر والكاتب والباحث المهم والصديق العزيز دكتور حازم نهار هو أيضا يعني عبر عن رأيه في أكثر من مناسبة أنه مع سوريا لا مركزية. إذن على ماذا يستند هؤلاء عندما يقولون الشعب السوري ما بده لا مركزية، ضد اللامركزية؟ حاشتك كذب. يعني لازم المذيع والمذيعة إذا سمعوا من ضيف موجود في الاستوديو أو عبر الهواء أو أونلاين بيحكي هيك كلام، يقول له اقعد عاقل عادي، يعني يا تجيب وثائق يا ما تحكي هيج كلام يعني.